رايح تشتغل مع شركه ماركتنج وانت معكش بادجت كبير تدفعه لشركه ماركتنج، ولا معاك بادجت تعين تيم ان هاوس، وعايز تروح تدفع لشركه ماركتنج 10 20 30 الف جنيه علشان تمشي الدنيا، فما تجيش بعد مثلا 3 شهور 5 شهور 6 شهور تيجي تشتم في الماركتنج كمجال وتشتم في الناس اللي شغاله في الماركتنج كبني ادمين، وتقول ان المجال ده كله نصابين وكله ناس بتضحك، لان انت في الاخر اللي غلطت الغلطه دي. وانا عارف ان في بزنس اونرز كتير وقعوا في الغلطه دي وفهموها دلوقتي، وعارف ان في بزنس اونرز كتير لسه هيقعوا فيها وهيفهموها بعدين، ولكن المشكله كلها ان الناس لقت اللي يوافق على ده، فبالتالي بقوا يبيعوا ده. يعني في موظفين كتير او في شباب كتير في الماركتنج انا بشوفهم بيقبلوا بمرتبات قليله علشان يروحوا يتعلموا. انا مش ضد ده وكل واحد حر في اختياراته، ولكن لو الشركه كلها مجمعه ان كل الناس اللي قاعده دي هي شباب لسه بتبدا وبتتعلم، احنا عمرنا ما هنوصل لحاجه. في نفس الوقت طول ما العملاء بتروح للشركات اللي بتاخد فلوس قليله جدا جدا هزيله علشان فاكرين ان الشركات دي هتقدم لهم حاجه، كل ما الشركات دي هتفضل موجوده في الماركت، فبالتالي المشكله اصلا مش هتتحل.